ان ضربة جزاء مهم جدا عصام الحضري ان شاء الله يكون موفق فيها. عبد الله كمارة جناح الشمال، موهبة الغينية الكبيرة. عصام الحضري ثقتنا فيه كبيرة يا عصام، حصدت لمصر كتير من البطولات وللأهلي كتير من البطولات بسبب التصدي لركلات الترجيح خاصة البطولات الأفريقية. حاولة تاني من جديد، ادي عبد الله كمارة وضربة الجزاء هدف أول كاد عصام الحضري أن ينقذ ضربة الجزاء، إلا أن عبد الله كمارة ينجح في تسجيلها ليكون هدف السبق للمنتخب الغيني. 1-0 لمنتخب غينيا، 1-0 بعد 18 دقيقة. ضربة جزاء على حسني عبد ربه، وإنذار من الحكم المتوتر جدا، الحكم اليوم نيانت الحكم الكاميروني، في ضربة جزاء مشكوك فيها كتير جدا جدا جدا. اهي اللعبة دي، هي دي اللعبة ولا ايه؟ بص هي اللعبة اهي، هي اللعبة اهي عادية جدا جدا لدرجة ان الولد جري بعدها خطوة وبعد كده رمى نفسه. وادي عبد الله كمارة بيسجل وراح معاها والله عصام الحضري ولمست ايديه ولكن تحتضن الشباك. 1-0 لمنتخب غينيا اللي كان فاز على مصر سنة 76 4-2 في بطولة أفريقيا بعد التعادل 1-1 في المرحلة الأولى. ينتصر الآن ويتقدم 1-0 على المنتخب.